ابن سينا عالما فارسيا وطبيبا وفيلسوفا. اسمه الكامل هو أبو علي الحسين ابن عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن سينا. لغته الأم هي اللغة الفارسية، وقد تعلم اللغة العربية، فقد كتب معظم مؤلفاته الكبرى باللغة العربية التي كانت لغة العلم في العالم الإسلامي آنذاك، وكتب أيضا بعض أعماله باللغة الفارسية. اشتهر بالفلسفة في الشرق وبالطب في الغرب. ولد ابن سينا في قرية أفشنة قرب بخاري في أوزبكستان حاليا عام 980 ميلادية، ونشأ في أسرة تقدر العلم والمعرفة، فقد أحضر والده له والأخيه الوحيد معلما للقرآن الكريم وآخر للأدب. منذ طفولته ظهرت عليه علامات النبوغ، فقد حفظ القرآن الكريم كاملا وهو في 10 من عمره، وأظهر شغفا استثنائيا بالعلم والتعلم. درس ابن سينا مجموعة واسعة من العلوم الدينية واللغوية، المنطق والفلسفة، الرياضيات والفلك. بدأ ابن سينا دراسة الطب في سن مبكرة، ولم يكتفي بالدراسة النظرية بل مارس الطب عمليا وهو في 16 من عمره، وبحلول 18 أصبح طبيبا ماهرا يعالج الأمراء، وقال ذات مرة أن الطب ليس علما صعبا، لقد تعلمته بسهولة خلال فترة قصيرة. وعندما عالج الأمير نوح ابن منصور من مرض عجز الأطباء عن مداواته، سمح له الأمير بدخول مكتبة القصر العظيمة في بخاري، وهناك اكتشف كنزا من الكتب القديمة وقرأها بشغف لا ينتهي. كان ابن سينا ينام قليلا جدا، وكلما واجه مسألة صعبة ظل يفكر فيها حتى أثناء نومه، وأحيانا كان يرى الحل في حلمه. وقد روى إنه حاول فهم كتاب أرسطو ما وراء الطبيعة فقرأه 40 مرة دون أن يفهمه، حتى وجد شرح الفارابي له، وعندما فهمه أخيرا فرح كثيرا وتصدق على الفقراء شكرا لله. وأدرك ابن سينا إنه لابد من دراسة العلوم الطبيعية أولا لكي يتمكن من فهم علوم ما وراء الطبيعة. برع ابن سينا في الطب والفلسفة إلى جانب العلوم الطبيعية والفلك والرياضيات وعلوم ما وراء الطبيعة وعلم النفس والموسيقى والمنطق. لاحقا اندلعت الاضطرابات السياسية واحترقت مكتبة بخاري، فاضطر ابن سينا إلى مغادرة بخاري، وبدأ رحلة طويلة بين المدن طلبا للعلم والأمان. وفي همدان إيران حاليا أصبح وزيرا للأمير شمس الدولة، ورغم مسؤولياته واصل تدريس الطب والفلسفة لطلابه ليلا. ثم نشبت اضطرابات سياسية أخرى وحاول ابن سينا الفرار، لكن تم القبض عليه وسجنه، وتمكن من الخروج بعد 4 أشهر. وخلال فترة سجنه ألف روايته الفلسفية الشهيرة حي ابن يقظان، وقد اتهمه بعض الناس بالكفر، فرد ابن سينا بثقة قائلا: إيماني بالله لا يتزعزع، فإن كنت كافرا فليس ثمة مسلم حقيقي واحد على وجه الأرض. ومن أشهر مؤلفاته في الطب القانون في الطب، كتبه بالعربية وقد ترجم إلى عدة لغات منها اللاتينية والفرنسية، وظل المرجع الأساسي لطلاب الطب في جامعات أوروبا حتى القرن 17. قدره الغرب كثيرا، ولا يزال تمثاله قائما في جامعة السوربون في فرنسا، تقديرا له واعترافا بأنه أبو الطب الحديث. كان ابن سينا يجرب الأدوية على الحيوانات أولا قبل استخدامها على البشر في شكل مبكر لما يعرف اليوم بالتجارب السريرية. وصف العظام والغضاريف والأعضاء الداخلية بدقة مذهلة، واخترع أدوات طبية بسيطة مثل المشارط وموسعات الأنسجة والمقاييس. كما كان من أوائل من وصفوا الأمراض المعدية والعلاج النفسي، ووصف التهاب السحايا بدقة، وفرق بين أنواع الشلل المختلفة، وبين أن السكتة الدماغية ناتجة عن اضطراب في الدماغ. في الفلسفة أشهر كتبه هو كتاب الشفاء، وهو موسوعة ضخمة في المنطق والعلوم الطبيعية والرياضيات والفلك والموسيقى وعلوم ما وراء الطبيعة. كما كتب العديد من الكتب والرسائل مثل المبدأ والميعاد، الحاصل والمحصول، والإشارات والتنبيهات، وغيرها من الكتب والرسائل. كان لابن سينا اهتمام عميق بالموسيقى، ودرس نظرياتها بدقة. وفي أواخر حياته أصيب بمرض في القولون، وحاول معالجة نفسه،
لكن المرض أنهكه تماما، وقبل وفاته أعتق خدمه وتصدق بكل ما يملك على الفقراء، وتوفى في همدان إيران حاليا عام 1037 ميلادية عن عمر ناهز 57. سبحان الله، كيف لإنسان واحد أن يحقق كل ما حققه ابن سينا في مجالات شتى: الطب، الفلسفة، الفلك، المنطق، الرياضيات، الموسيقى، العلوم الطبيعية، وعلوم ما وراء الطبيعة، وغيرها من العلوم. لقد كان حقا عالما عبقريا.